لو فاكر ان القوانين منطقية فاحب اقولك ان انا هقولك قوانين ممكن تستغرب وساعات ممكن تضحك وممكن تتوتر. في بلاد مش بتخليك تمشي وانت بتاكل لبان، واماكن تانية لو نسيت عيد ميلاد مراتك ممكن تروح في 60 داهية. فيلا بينا نشوف اغرب 5 قوانين في العالم. اول قانون معانا هو ممنوع تاكل لبان في الشارع. ايوه يا صديقي، زي ما سمعت كده، اللبان اللي احنا بناكله واحنا زهقانين هو ده. في سنغافورة تعتبر جريمة. في 1992 قررت الحكومة انها تحط قانون ان ممنوع اكل اللبان او حتى تبيعه. وهنا نسأل نفسنا ليه عملوا القانون ده؟ ببساطة عشان الناس كانت بتاكل اللبان وبترميه في اي حتة حرفيا. كانت بترميه على الرصيف وتحت الكراسي وكمان في الاسانسير، وده سبب مشاكل كتير جدا في التنظيف، وكان بيكلف الدولة ملايين عشان تنظف ده. فالحكومة قالت بقى ايه، احنا نمنع اللبان اصلا ومحدش ياكل، عشان ايه يعني؟ نوفر على نفسينا. وده يا صديقي ادى الى ان سنغافورة لغاية دلوقتي هي من انظف الدول في العالم. بس طبعا يا صديقي لو شافوك بتاكل لبان هتدفع غرامة تمنها $1000. في الصين تحديدا في 1995 الحكومة حذرت ظهور أو ترويج أي شخص عنده قدرات خارقة، زي إنك تحرك الحاجات بعقلك، تقرأ الأفكار، أو تطير. في التسعينات كان في ناس كتيرة بتعمل عروض في الشارع ويقولوا إن هم عندهم طاقة روحية وقدرات خارقة، وكان في ناس بتصدق وبتدفع فلوس علشان بس يشوفوهم ويعالجوا أرواحهم. الحكومة قالت لأ، كفاية نصب، وصدرت قانون واضح بيمنع أي حاجة متعلقة بالقوات الخارقة أو السحر. فلو عايز يبقى عندك قدرات خارقة ما تروحش الصين بقى. في دول كتير بيحتفلوا بالهالوين، والاطفال بيلبسوا لبس رعب بيخوفوا بعض وبيتصوروا وكده يعني. بس في نيوزيلندا الموضوع ده ممكن يفصلك من المدرسه نهائيا. القانون في بعض المدارس هناك بيمنعوا انهم يلبسوا لبس مخيف او مرعب، خصوصا لو في دم صناعي او اقنعه مخيفه، دي تبقى ليلتك سودا. طب نسأل نفسنا ليه بيمنعوا الموضوع ده؟ عشان ممكن يكون في أطفال عندهم مشاكل نفسية، والمدارس بتخاف إن اللبس المرعب ده يأثر عليهم. بس مش في الدولة كلها، في مدارس ممكن تخليك تلبس لبس بسيط، لكن لو في دم أو أي حاجة مرعبة انسى الموضوع. في بريطانيا بيقولك ممنوع تموت جوه البرلمان، ولو حصل كده ومت جوه الحكومة تعتبرك عملت جريمة. البرلمان مصنف إنه مكان ملكي، وأي شخص مات جوه يعتبر مات على أرض ملكية. برغم إن القانون قديم لكنه فضل مكتوب لغاية ما اتشال في 2007. يعني لو حاسس نفسك هتموت استنى شوية واخرج بره البرلمان وموت براحتك. في سويسرا ممنوع تشد السيفون بعد الساعة 10 بالليل. هتيجي وتقولي يا صديقي يعني منخشش الحمام يعني؟ هقولك ثواني وهتعرف ليه. عشان في سويسرا بتهتم قوي بالهدوء، والقانون ده معمول عشان تحترم جيرانك. شد السيفون كان مزعج زمان وكان بيعمل صوت عالي، والناس هناك كانوا بيعتبروا ده ازعاج. يعني لو حد اشتكى منك ان انت بتعمل حاجه بتزعجه ممكن تدفع. فخلي بالك لو هتسافر سويسرا. العالم مليان قوانين غريبه، وكل قانون ليه قصه وتاريخ، واحنا اصلا شايفينها تافهه. بس ما تنساش لو هتسافر بلد جديده اقرا القوانين الاول عشان ما تتغرمش وانت بتاكل لبان. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات ايه اكتر قانون استغربت منه. وبس كده، سلام.